سياح بتمن العنبر من اكثر الفيديوهات اللي طلبت اصورها. عاد تدرون انا ايش قد مغرم بالسياح. السياح أكلة تراثية من جنوبنا الحبيب، يقال إنه موروث سومري توارثوه أهل الجنوب، بس رهيب صراحة. أنا من عشاق السياح، المتابعين القدام يعرفون ايش قد نجرب، لهذا تعالوا خليني أعلمكم شلون نسوي بطريقة مضبوطة 100%. للعجينه استخدمت كوبين ونص من طحين التمن مالت عنبر، وخليته عليه خاشوقة كوب متروسة من الملح. ضروري يكون الطحين مالكم ناعم، اذا بيه خشونة انخلوه. طيب راح نخلي مي وراح نعجن. هاي الخطوات العجين مهمة جدا حتى تحصلون على عجينة زين. طبعا هاي المعلومات خلاصة تقريبا عشرات الرسائل بعد استفتاء بالصفحة. راح نعجن بالبداية حتى نحصل على عجينة متماسكة مثل اللي واضح امامكم، كأنها تصير معجون مال جام. تمام، يعني هيك مثل ما واضح عندكم بالفيديو. نريحها 5 دقائق تقريبا مو اكثر، بعدين راح نخففها وراح نضيف عليها المي بشكل تدريجي. راح نستمر بالتخفيف والعجين زين حتى ما نخلي اي كتل، حتى نحصل على قوام تقريبا اخف من قوام الكيك. بهيج قوام راح يساعدكم سياح رهيب جدا. تمام، مثل ما تشوفون تشيلون العجينه راح تنزل ما تتقطع. انا راح اخففه بعد شويه اكثر لانه احب السياح تكون شويه يابسه، لانه نكهه الكرمله مع الصاج تصير رهيبه. بالنسبه للصاج اللي امامكم هذا سوى لي مخصص، يعني ما يرهم للبيوت صراحه، لانه وزنه تقريبا 35 كيلو 10 مليم حديد. خليته العجينه راح افرشها. طبعا هاي طريقة الفرش علمني عليها احد الاصدقاء المتابعين، قال الحجية مالتهم هي تشتغلها صراحة رهيبة جدا. اكمل فرش العجينة مالت السياح وراح اغطيها بالقبق تقريبا كم دقيقة بسيطة، ومجرد ما اشيل القبق راح تشوفوها مشلوعة السياحة. بشوفوا لي شلون لون رهيب. السياحة الثانية قلت حتى اصير شوية محترف مثل ذول الامهات والاخوة المحترفين بالسياح، بس طلعت السياحة مربعة مثل ما واضح امامكم. فتراجعت صراحة ورجعت على الفرشة لانه شغلها حلو. شوفوا شلون يطلع بها السياح رهيب صراحة. وبس والله بهيج طريقة راح نسوي السياح بالصاج الكبير. طبعا بالبيت شلون نشتغلوا؟ بكل بساطة تجيبون الطاوة او الصاج مالتكم بالبيت، تحموه على اعلى درجة وتخلون عليه العجينة، وكذلك راح تفرشوها وراح تغطوها مثل ما واضح امامكم. مجرد ما نشيل الغطاء راح تشوفون السياحة مشلوعة من الطاوة ماخذ لون رهيب جدا. طبعا انا سويته مع بيض ودبس وشاي واكل نملة تفتر بالطبق، اشتمت ريحة سياح وجت كذلك. خليته مع جيمر وعسل وجوز، حقيقة يعني شيء عجيب، نكهة رهيبة جدا. خليته شوية سياح وشوية جيمر وشوية دبس ومع البيض، صارت عجيب. يعني المزيج النكهات رهيب. ما اعرف شلون فكر هذا السواق هيك، ما اعرف شلون هذا اللي فكر بيه بالبداية شلون يسوي التمن بحيث من يلشع بالصاج ينطيه نكهة كرملة رهيبة. مع تمن العنبر يصير عالم آخر صراحة. يبقى بس أجرب الطابق إن شاء الله بالجنوب.